بتبدأ أحداث الفيلم مع بطل القصة بيرسي، واللي بيكون ابن سيد البحر بوسايدن، وهو بيقول إن الأسياد ساعات بيتجوزوا من البشر وبينجبوا منهم أطفال، وبيكون اسمهم الهجناء، وبيعيشوا في مخيم معمول ليهم علشان يحميهم. وبنعرف إن زمان كان في 4 أطفال هجناء، لكن 3 منهم اللي قدروا يعيشوا ويوصلوا للمخيم ده، وهم لوك وغروفر وأنابيس، وده بفضل تضحية الطفلة الرابعة تاليا، واللي بعد كده جه أبوها زيو سيد البرق وحولها لشجرة علشان تشكل حاجز يحمي مخيم الهجناء من الأعداء. وبنشوف بعدها في الوقت الحاضر بيرسي بيتدرب هو وأصدقائه في المخيم، وبيتنافس مع بنت اسمها كلاريس، لكنها بتفوز عليه، وبنعرف إنها بنت سيد الحرب. وبيجي كايرون مدير المخيم وبيكلف بيرسي بمهمة صعبة، وبيديله سلاح علشان ياخده معاه. وبعدها بيتم استدعاء بيرسي بواسطة مستر دي، واللي بيقول إنه مش الوريث الوحيد لسيد البحر بوسايدن. فبيسأله بيرسي أنا عندي أخ هجين تاني؟ فبيقول له مستر دي إنه مش هجين، إنما سايكولوبس، لأنه نص سيد ونص حرية مش إنسان. وبيقابل بيرسي أخوه تايسون، واللي بيكون شكله غريب جدا. فبتيجي كلاريس وبتقعد تتريق عليه، وبتقول لبيرسي شكل بوسايدن عايز وريث تاني يمثله غيرك. فبيقول تايسون فجأة أنا سامع صوت ثور، وبالفعل بيحصل هجوم على المخيم، والحاجز بيتدمر لأول مرة، وبيهجم الثور وبيطيح في الكل، وبيطلع نار من بقه كمان. فبيحاول بيرسي يشتت انتباهه لحد ما أنابيس تهاجم الثور، ولكن هجومها بيفشل ومش بيكون ليه أي تأثير في الثور. فبتيجي كلاريس تهاجمه لكنه بيطيرها حرفيا، وبيفضلوا يحاولوا معاه بكل الطرق، ولكن مفيش أي فايدة، لحد ما بيكون الثور حاصر بيرسي ولسه هيطلق عليه شعاع ناري. فبيطلع بيرسي السيف بتاعه وبيرميه في بطنه وبيدمر الثور أخيرا. ولكن فجأة بيجي لوك وبيطلع هو اللي كان متحكم في الثور ده، وبيقول لبيرسي شكلك مش الهجين الوحيد اللي صعب قتله، انت عارف النبوة؟ فبيرسي بيقول له نبوة ايه؟ فبيقول له لوك دي حاجة كمان كايرو ومستر دي ما قالولكش عليها، علشان في نظرهم احنا مجرد بياق، وفكر في الموضوع. وبعدها بيختفوا وبيروحوا يشوفوا الحاجز، وبنعرف ان شجرة تاليا بتحتضر بسبب سم. فبيجي بيرسي وبيقول لها ان اللي عمل كده هو لوك علشان يجمع اصناف العمالقة علشان يحققوا ليه كل اللي هو عايزه. وبعدها بيسأل بيرسي مستر دي عن النبوة، فبيوديه المكان اللي عرفها روح ديلفي الناطقة بنبوة أبولو. فبيرسي بيسألها عن النبوة اللي فيها اسمه، فبتقول له قبل ما تعرف المستقبل اعرف الماضي الأول. وبتحكي قصة العالم زمان قبل الأسياد وأمبوليس العمالقة، كانوا بيحكموا العالم بواسطة كورونوس اللي التهم أولاده، لكن 3 من أولاده عرفوا يهربوا، وهم زيوس وبوسايدون وهيدس، وقتلوه ودفنوه في تارتاروس. لكنه رجع من الموت وقرر يدفن أولمبوس والعالم كله. لكن الأبناء ال3 دول واحد منهم خلف طفل هيكون سبب خلاصهم أو دمارهم، واللي هو بيرسي، وهيتنازع معاه لص البرق وده لوك. والطفل ده هيقعد 20 سنة متحديا كل الصعاب، وقدامه خيار واحد هيحمي أو يدمر أولمبوس. وبنشوف أنابيس وغروفر ورايحين لكايرون، وبيقولوا له إنهم عايزين يروحوا في مهمة علشان يدوروا على الصوف الذهبي، لأنه الحاجة الوحيدة اللي تقدر تشفي شجرة تاليا، وبالتالي الحاجز هيرجع زي الأول. فبيقول لهم إن الصوف الذهبي ده موجود في بحر الوحوش أو المعروف بمثلث برمودا، وده خطر جدا. فبيرفض طلبهم طبعا، ولكن بعدها على طول بيتجمع كل اللي في المخيم، وبيقول لهم على الفكرة دي على إنها بتاعته الكذاب. وبيقرر يقوم بالمهمة دي كلاريس لأنها أقوى واحدة فيهم، ومعاها واحدة اسمها كنوتي. فبيروح بيرسي وبيحاول يحذر كلاريس من لوك، لكنها بتتجاهل كلامه. فبيقرر يروح مع أنابيس وغروفر هم كمان يدوروا على الصوف الذهبي، ولكن بينضم ليهم تايسون وبيقول إنه عاوز يروح معاهم. فبيحاول بيرسي يعرفه مدى خطورة الوضع، لكن تايسون بيصمم وبيقول له إنه مهم يروح معاهم علشان يتكلم مع بولوفيميوس، وده لأنه من بني جنسه، وده الشخص اللي بيحمي الصوف الذهبي. فبيوافقوا يروح معاهم، لكن أنابيس بتديله سبراي بيخلي شكله طبيعي بدل ما هو باين بعين واحدة. فبيسأل بيرسي غروفر حاسة الشم بتاعته بتشيل المكان فين؟ فبيقول له مكان ما قدام ساحل فلوريدا جنوبا. فبتستدعي أنابيس عربية اللعنة وبيركبوا فيها وبينطلقوا في رحلتهم مع السواقين المجانين دول. وبيوصلوا لواشنطن، فبيدوروا على أتوبيس يوديهم لفلوريدا، ولكن فجأة بيهجم عليهم 3 أشخاص وبيخطفوا غروفر وبيختفوا. فأنابيس بتلمح واحد منهم اسمه كريس معاهم في المخيم. فبيرسي بيقول لها إن لوك قال له في هجنات قلبوا عليهم وبقوا في صفه، وبيقول إن هو كمان بيبحث عن الصوف الذهبي. فتايسون بيقول لازم نلاقي لوك علشان نقدر ننقذ غروفر. فبتقول أنابيس أنا عارف هنلاقيه إزاي، وبيروح للمتجر بتاع أبو لوك واللي هو سيد السرعة هيديس، وبيعرفوه باللي حصل وبيسألوه عن مكان لوك. فبيطلب من الأفعتين اللي على العصاية بتاعته يبحثوا عن مكان لوك، وبيقول للثلاثي لو هتحاربوا لوك لازم يكون معاكم سلاح، وبيديهم بتاع غريب كده ومعاه كمان سلاح عدم للمادة، يعني أي حاجة بتيجي جواه بتختفي. وبتيجي بعدها الأفعتين وبيقولوا إنهم لقوا لوك وعرفوا إنه في يخت اسمه أندروميدا، وبيشوفوه من بعيد في وسط البحر، وبيكونوا مش عارفين يوصلوا له إزاي.
فتايسون بيقول ان بوسايدن هيساعدنا، وبيكلم ابوه في البحر وفعلا بيستجيب، وبيظهر ليهم كائن اسمه هيومو كامبس. فبيركبوا على ظهره وبيروحوا ناحيه اليخت، وبيدخلوا جواه وبيدوروا على غروفر، لكنهم بيلمحوا وحش فبيهربوا قبل ما يشوفهم. لكن بينط عليهم وحش تاني، وبيجي كريس وباقي زمايله وبيحاصروا الثلاثي بتاعنا، فبيقبضوا عليهم وبياخدوهم عند لوك. فبيرسي بيسأله فين غروفر، فبيقول له لوك ان ارسلوا البحر الوحوش هو وبعض التابعين بتوعه. فبيسأله بيرسي انت عايز الصوف الذهبي؟ فبيقول له لوك ايوه، لان كمان عندي شخص عايز ارجعه للحياة. وبيكشف لهم عن تابوت، وهنا كانت الصدمة، وبيطلع فيه جثمان كورونس ملك العمالقة واللي هيدمر اولمبوس والعالم كله. فبتتعصب انابيس وبتقول له انت هتدمر العالم كله علشان تنتقم من ابوك. فبيقول لها ان الاولمبيين اتقلبوا على ابويا كرونوس، دلوقتي جه دورنا، وبيطلب من التابعين بتوعه يحبسوا الثلاثي في سجن، وبيحاولوا يفكروا في طريقه يخرجوا بيها. فبتيجي في بال بيرسي فكره، وبيقول لهم امسكوا نفسكم. وبنشوف بيرسي بيستخدم قوته بما انه هو ابن سيد البحر، وبيتحكم في الميه وبيعمل امواج تهز السفينه علشان يجذب الشنطه بتاعتهم اللي فيها الاسلحه. وفعلا بينجحوا في ده، وبيطلع بيرسي سلاح عادم الماده وبيستخدمه على باب السجن، وفعلا بيختفي الباب تماما وبيهربوا. لكن بيقابلهم كريس في السكه، فبيقول بيرسي لانابيس وتايسون روحوا لزورق النجاه وانا هعطله، وبيضرب كريس وبيوقعه في البحر. لكن لوك بيشوفه فبيهجم على الثلاثي كل التابعين بتوع لوك، وبتدور معركه قويه ما بينهم. ولكن بينجح تايسون وانابيس يهربوا ويوصلوا للزورق. وفي الوقت ده بيرسي بيتحاصر فوق اليخت، فبيقول له لوك انضم ليا، انت عارف ان النبوه هتتحقق. لكنه بيرفض وبيستخدم قوته مره تاني، وبيتحكم في موجه وبيهجم بيها على كل اتباع لوك، وبيطلب من تايسون وانابيس يهربوا وهو هيبقى يحصلهم. فبتستخدم انابيس السلاح الغريب اللي معاهم، واللي طلع دافع علشان يتحركوا بالزورق. وبيرسي بيصنع موجه وبيركب عليها علشان يحصلهم، وبيرزع لوك بوكس بالميه كده على السريع، وبيعجب بفكره انابيس الذكيه. فبتضحك وبتقول له انا بنت سيد الحكمه، انت نسيت ولا ايه؟ وبيرجع شكل تايسون تاني، فبيطلع الاسبراي علشان يرش وشه، لكنه بيكون خلص وبيزعل جدا. فبيلاحظ بيرسي ده وبيحاول يفك عنه، وبيخليه يمسك هو الدافع اللي بيحرك الزورق. ولكن بعد فتره بيلاقي السما غيمت، وده بسبب وصولهم اخيرا لبحر الوحوش. فبتتهز ايد تايسون وبيقع الدافع من ايده، وبتتجمع حواليهم مخلوقات الكريبتس واللي بتحمي بحر الوحوش على شكل دايره زي مثلث برمودا كده. فبيحاول بيرسي يتحكم في الميه، لكنه مش بيعرف لانها تقريبا خارج نطاق بوسايدن، وبتسحبه من الميه لمركز الدائره دي، وبينزلوا للاعماق وبيقعوا في مكان شبه المعده. وفجاه بيسمعوا صوت كلاريس، فبيروحوا ليها وبيلاقوها فعلا ومعاها سفينه، والقادره مشغله طاقم من الزومبي عندها كمان. وبنشوف ان كل الحاجات اللي بتتسحب من مثلث برمودا بتنزل هنا علشان توصل للوحش ده. فكلاريس بتأمر جنودها تجهز المدافع علشان هتطلق النار على الوحش. فبيرفض بيرسي الفكره، وبيقترح على كلاريس انهم يطلقوا النار على معدته علشان يصنعوا فتحه ويهربوا منها. فبتوافق وبينفذوا الخطه، وبينجحوا فعلا في عمل فتحه في معده الوحش، وبيخرجوا منها سالمين. وبتكون السفينه متجهه للشمال الغربي، لكن بيرسي بيشوف احداثيات الخريطه على البحر بسبب قوته، وبيقول لكلاريس تغير الاتجاه ويخلوه الجنوب الغربي علشان هناك موجود الصوف الذهبي. فبتسمع كلامه، وفعلا بيشوفوا اليابسه اخيرا. فبيروحوا هناك وبتكون مدينه ملاهي، فبيتمشوا فيها شويه، ولكن بيسمعوا صوت السايكولوبس، فبيروحوا لمصدر الصوت فورا. فبيشوف السايكولوبس العملاق بلوفيميوس عمال يرمي ويكسر حاجات وغضبان بسبب جوعه. وبنشوف غرافر اخيرا وهو بيحاول يهديه، بس المضحك انه بيكون لابس فستان وطرحه مخليه شكله بعين واحده كانه سايكولوبس علشان ما يتاكلش هو كمان زي الهجناء اللي كانوا معاه واللي هم اتباع لوك. فبينادي بيرسي عليه، فبيروحوا بيتجمعوا كلهم مره تاني. فبتساله انا بس عرفت تاخد الصوف ولا لا؟ فبيقول لها هو انا لو كنت عرفت اخده كنت هفضل بمثل دور الخدامه كده. فبيقرر يروح يلهيه وهم يحاولوا ياخدوا الصوف. وبنشوف بلوفيميوس جعان وعايز ياكل، وفي اللحظه دي بيحاول بيرسي يسرق الصوف منه، ولكنه بيتقفش للاسف. وبيحاول تايسون يتكلم مع بلوفيميوس بصفته من بني جنسه، ولكنه بيتعصب وبيقول له انه خاين. فبيرسي بيستغل الفرصه وبيسرق الصوف. فبلوفيميوس بيضرب تايسون وبيروح ورا بيرسي، ولكن بيحدف الصوف لانابيس وبيتضرب هو كمان. وبيروح بلوفيميوس ورا انابيس، بس بتحدف الصوف لكلاريس ومنها لبيرسي، وبيقدروا يهربوا منه، وكمان بيسدوا المقر بتاعه بصخره ضخمه. ولكن فجاه بيظهر ليهم الزفت لوك هو واتباعه والوحوش بتاعته، وبيطلب من بيرسي الصوف، ولكنه بيرفض. فبيطلق عليه سهم، ولكن بيضحي تايسون بنفسه علشان يحمي بيرسي وبيقع في البحر. وبيقبض لوك عليهم وبياخد الصوف منهم علشان يعيد احياء كرونوس. وبيكون بيرسي قاعد زعلان على تايسون، وبيقول تايسون مات بسببي واديت الصوف كمان للوك، انا بدمر اولمبس زي العرافه ما قالت. فبتحاول انابيس تفوقه وبتقول له سيبك من العرافه واصنع مصير جديد بنفسك علشان حتى تايسون ما يكونش مات بلا مقابل. وبتقول له ان كرونوس لو رجع مفيش فرصه قدامهم.
وبنشوف لوك حط الصوف على تابوت كرونس وبدأ عملية الإحياء ليه. فبيطلع بيرسي من جيبه السيف بتاعه وبيفك قيده هو وأصحابه وبيروح ناحية الصوف علشان يوقف العملية، لكن بيحاول يوقفوا أتباع لوك وبتدور معركة قوية بين أبطالنا وبينهم، ولكن بيقدر بيرسي يعدي منهم وبيوصل للتابوت. بس بيقاتلوا لوك وبيوقع السيف من إيده ولسه بيرفعه علشان يقضي عليه، ولكن فجأة بيظهر تايسون وبيمسك لوك وبيرميه. وبنعرف إنه لما وقع في البحر جروحه اتشفت، وده لأنه ابن بوسيدن برضه. فبيفرح بيرسي وبيحضنه، ولكن بيحصل انفجار في التابوت وبيطيرهم بعيد. وبينهض بعدها ملك العمالقة كرونوس من جديد، وبيروح لوك ويقول له أنا حفيدك اللي رجعتك للحياة، ولكنه بياكله أحسن يستاهل. وكرونوس بعدها بيهاجم الكل وبياكل غروفر هو كمان للأسف. فبيتعصب بيرسي وبيهاجمه وبيضربه بالسيف بتاعه في رجله، فبتتحول رجله لضوء وبترجع للتابوت تاني. فبيقول كرونوس السيف الملعون. فبيفهم بيرسي ان ده وسيلته لقتل كرونوس، واللي بيتعصب وبيهاجمه بكل قوته وبيطير بيرسي لبعيد. فبيتشعلق بيرسي فيه وبيغزه بالسيف في قلبه وبيقضي عليه تماما، وبالتالي بيرجع غروفر ولوك مرة تاني. لكن بيقع لوك عند بلوفيميوس علشان يبقى وجبة عشاء لذيذة ليه، وبتروح أنابيس لبيرسي علشان تحييه، ولكن بيجي الوحش ده وبيطعنها في بطنها وبتموت. فبتتعصب كلاريس وبتهاجمه هي وغروفر وبيقتلوه، وبيجيب تايسون الصف وبيحطه على بطنها وبترجع للحياة تاني. فبتشكر تايسون على كل اللي عمله، وبيرجعوا بعدها للمخيم بالصوف وبيشفوا بيه شجرة تاليا، وبيتصلح الحاجز أخيرا وسط فرحة كبيرة من الجميع. وأثناء ما بيكون بيرسي قاعد بياكل، بيجي غروفر وبيقول له أنا بس شافت حاجة غريبة. فبيروحوا كلهم لمكان الشجرة وبيلاقوا تاليا بنت زيه الشخصية رجعت للحياة هي كمان، وده بسبب قوة الصوف الذهبي. فبيتصدم بيرسي جدا وبيقول ممكن تكون هي الشخص اللي النبوة بتتكلم عنه، يا ترى ممكن تكون سبب خلاصنا ولا دمرنا. ولحد هنا بتنتهي قصتنا، فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده علشان يوصل لكم أقوى ملخصات الأفلام.